ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله من الفيديوهات. والناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه تفضل طبعا تتواصل معايا على الخاص، هرد عليها بكل التفاصيل، او الواتساب هرد عليه بكل التفاصيل ان شاء الله. الاسعار والقرايات باسعار حلوه جدا واي حد يقدر باذن الله انه يعملها. كمان في عروض عندنا نزلناها جديده، واول 10 هيحجزوا معانا قراءه خاصه ليهم طبعا خصم 10% من حق القراءه الاصلي باذن الله. يلا كده نبدا ونشوف، وحط شخص في بالك دلوقتي واختار باول حرف من اسمه، وتعالى هنعرف كان شايفك ازاي في الماضي وفي الوقت الحالي نظرته ليك عاملة ازاي. يلا كده هنقارن ما بين النظرتين. ويلا كده ما تنسانيش في لايك وشير وكومنت عشان اخد الطاقة بتاعتك معايا والقراءة بإذن الله تنطبق عليك. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نبدأ مع أصحاب المجموعة الأولى. كمان الناس اللي حابة تنتسب للقناة عندنا تقدر طبعا انك تفعل عن طريق الانتساب. هتلاقي الرابط موجود في البايو او هتلاقيه موجود في الديسكريبشن في اليوتيوب تحت في الفيديو. هتلاقي الرابط كده تضغط عليه بيظهر لك الاسعار، وكمان برضو بيظهر لك كل شيء عن كان شايفك ازاي في الماضي. الشخص اللي في بالك كان شايفك ازاي في الماضي. هناخد الطاقة بتاعتك انت الاول عشان برضو ايه نعرف القراءة مناسبة ليك ولا لا. انت في طاقة البيج اوف وانز، تمام. مبدئيا كده انت في الطاقة في الوقت الحالي، فانا بشوفك انك ممكن في الوقت الحالي بتحاول زي انك تنطلق، بتحاول تعمل مثلا حاجات مختلفة مش متعود ممكن انك تعملها، او بشوفك انك بتحاول تتحرر من اشياء مثلا او من قيود، من طاقة سلبية. ممكن بشوفك برضو بتحاول تعمل حاجات مختلفة، يا تغير في شخصيتك، تلبس مثلا حاجات ممكن اللي حواليك مش متعودين عليها منك، تغير في شكلك، تغير في اسلوبك، تتحرر من قيود حد معين. او بشوفك انك عندك الرغبة في كده، ممكن ما تكونش انك نفذتها على ارض الواقع، ولكن انا بشوفك انك بتحاول، او على الاقل بتبذل مجهود، او انت عندك رغبه في التجديد، في التطور. بشوف برضو عندك في الوقت الحالي زي شغف كده بانك عايز تجدد، عايز تتحرر، عايز تظبط نفسك، تظبط من طاقتك. ممكن كمان تعلي من قدراتك الروحانيه، يا تروح جيم مثلا، تلعب رياضه، على الاقل مثلا تهتم بنفسك، تهتم باسرتك ممكن. بس بشوفك انك عندك تركيز على النفس اكتر حاجه ظاهره لي في الوقت الحالي عندك، انك بتحاول تركز على نفسك اكتر حاجه في الوقت الحالي. فده بالنسبه للطاقه بتاعتك، لو مظبوطه كمل القراءه، لو مش مظبوطه اسمع طبعا طاقه المجموعه التانية باذن الله تنطبق عليك. بالنسبه بقى لمشاعر، او مشاعر ايه، ان شاء الله احنا كنا عاملين قبل كده فيديو المشاعر، هتلاقوه موجود في الفيديوهات اللي تحت. الناس اللي بتشوفنا لاول مره يعني او مش متابعين الصفحه، هتلاقي طبعا في فيديوهات بسيبها لكم تحت كده، يبقوا ارجعوا باذن الله انكم تتفرجوا عليها مره تانية، طاقتها مفتوحه. نظرة الشخص ليك في الماضي كانت عاملة ازاي؟ مبدئيا كده الشخص ده ممكن كان بيشوفك انك زعلان، او مثلا الشخص ده كان بيشوفك دايما بانك ممكن تكون تعبان، كان ممكن تكون برضو يا بيشوفك بانك ممكن كنت متعرض لخيانة، متعرض لألم مثلا، او تعبان صحيا ممكن. يعني بص انا هقول لك الاحتمالات، وامتى طبعا وجه القراءة في سكة حياتك، لان طبعا ناس كتير بتسمع القراءة. فالشخص ده كان بيشوفك بانك ممكن تكون شخصيه ممكن كنت زعلان من حاجه، ممكن كنت متعرض لخيانه، قلق مثلا، زعل، حاجه زي كده. او الشخص ده كان بيشوفك بانك دايما شخصيه طيبة، فمثلا ممكن كان ناس كتيرة بتضحك عليك، أو ناس كتيرة مثلا كانت شوية بتأذيك، أو كنت متعرض مثلا لسحر، كنت متعرض لحسد، أو كان في حياتك مثلا مأساة، أو مثلا كنت متعرض مثلا في حد كان ممكن يكون عندك متوفي، فالشخص ده مثلا كان عارف انك ممكن تكون متعلق بيه، فمثلا الشخص ده كان حاسس بيك ساعتها، او يكون مثلا شايفك في طاقة ضعف الى حد ما زمان يعني، او النظرة السابقة. بشوف برضو ان الشخص ده كان بيشوفك دايما بانك ممكن تكون حواليك حاجات كتيرة، او كان مثلا عندك مثلا كل حاجة، او كان عندك امنيات كتيرة، او كان كل حاجة موجودة عندك بشكل كويس، ولكن ممكن تكون انت ما كانش في حاجة راضياك، او ما كانش في حاجة عجباك، او مثلا كنت انت منتظر الفرج، او كنت منتظر حاجات تانية تتحقق، او مثلا كل اللي كانوا حواليك، او كل الاشياء اللي كانت موجودة عندك ما كانتش راضياك بشكل او باخر.
الشخص ده برضه كان بيشوفك على الرغم من إن مثلًا كان عندك طاقات سلبية أو كان مثلًا إلى حدٍ ما ممكن تكون أنت ما كنتش كويس صحيًا أو نفسيًا، ولكن على قد ما تقدر كنت أنت بتحاول تضبّط نفسك أو كنت بتحاول إنك تظهر دايمًا الصورة الإيجابية، تظهر دايمًا بإنك شخصية لامعة مثلًا، بإن ناس كتيرة بتُعجب بيك أو أنت محَط اهتمام ناس كتيرة. كنت برضه بتحب تظهر دايمًا إنك في أفضل طاقة، في أفضل حال. غير كده كمان برضه نظرة الشخص ده ليك بإنك الking of cups، بإنك شخصية حنونة، شخصية عطوفة كمان أو شخصية حنيّنة، ودي حاجة الشخص ده كان بيشوفك دايمًا فيها، أو كان بيشوفك دايمًا الشخص ده بإنك عندك طاقة رومانسية حلوة، أو بتحب الناس أوي بشكل عميق، بتحب الناس بشكل جَد من قلبك أوي. برضه الشخص ده كان بيشوفك بإنك شخصية دايمًا إيجابية، دايمًا بتحب تظهر بشكل إيجابي، كمان برضه ممكن لبعض الناس كان بيشوفك بإنك حد مشهور أو بتحب تساعد الناس مثلًا اللي حواليك، أو مثلًا كنت حد نجمك ساطع كده ولافت أنظار الناس اللي موجودة حواليك بشكل قوي. الشخص ده برضه كان بيشوفك في الماضي بإنك شخصية قادرة برضه على حل المشكلات على قد ما تقدر، أو على الأقل بتحاول إنك تحل المشكلات اللي موجودة عندك. الشخص ده برضه على فكرة كان بيشوفك بإنك شخصية جدعة أو شخصية دايمًا بتُقف جنب الناس في كل المواقف مثلًا، أو لو حد اتعرّض لأي حاجة فمثلًا كنت أنت بتبقى أول واحد واقف جنب الناس ديّة. برضه الشخص ده كان بيشوفك بإنك شخصية على قد ما تقدر بتحاول إنك تبسط نَفْسك، بتحاول إنك تتحرّر من أي قيود، بس كان بيشوفك على فكرة إن ممكن كان في حد مسيطر عليك، سواء بقى مثلًا كنت أنت متعرّض لسحر أو كنت متعرّض لحسد أو كان مثلًا أو أنت كنت في علاقة مؤذية ممكن لبعض الناس. الشخص ده كان شايفك كده، كنت أنت متعرّض لعلاقة مؤذية مثلًا أو على الأقل كنت معاه يعني أو كنت أنت مستحمله، ده للناس يعني اللي أنتم كنت معاه في علاقة. أو كنت مستحمل مثلًا عيوبه، كنت مستحمل التصرفات اللي هو بيعملها معاك، أو كنت مستحمل مثلًا الأشياء اللي هو الشخص ده كانت بتصدُر منّه. باشوف برضه الشخص ده في طاقته اتجاهك أو نظرته ليك في الماضي، كان بيشوفك بإنك شخصية مقيّدة تحت رحمة حد ممكن أو تحت مثلًا قيود أهل بقى زوج، زوجة، مثلًا عادات وتقاليد، حاجات معيّنة أو كنت ملتزم دايمًا بالظروف اللي كانت بتبقى موجودة حواليك أو الظروف اللي كانت موجودة عندك هي اللي كانت جابراك بإنك تتعامل مع الناس بطريقة معيّنة أو على الأقل هي اللي كانت مأثّرة على طاقتك في الماضي. الشخص ده برضه كان بيشوفك بإنك شخصية واثقة بنفسها جدًا، شخصية كمان برضه مش أي حد أنت بتُعجب بيه أو مش أي حد أنت بتلتفت ليه، كان بيشوفك برضه بإنك حد دايمًا واثق في نفسه، شخصية كاريزما، شخصية كمان في منصب أو في مكانة كويسة أو في مكانة مرموقة، أو ناس كتيرة تتمنى إنها تقرّب منك أو ناس كتير تتمنى إنها تبقى عارفاك أو أنت تبقى موجود في حياتها، يعني هو كان بيشوفك كده بالنظرة دي. كان بيشوفك كمان برضه من الناحية الجسدية أو من الناحية الشكلية، كان بيشوفك بإنك حد حلو جدًا، حد لافت نظر ناس كتيرة، كان بيشوفك برضه بإنك حد دايمًا متجدد، دايمًا متألق، بتحب تظهر في أحسن مظهر وأحسن لبس ودايمًا متجدد ومتفائل كمان برضه الشخص ده كان بيشوفك كده، على الرغم من إنه كان ممكن إلى حدٍ ما بيحس إنك متضايق أو طاقتك في الوقت الحالي مش أفضل حاجة. فدي طبعًا كانت نظرة الشخص ده ليك في الماضي. تعالَ بقى كده نعرف نظرته ليك في الوقت الحالي عاملة إزاي. هنقول الطاقات والأبراج اللي ظهرت معانا، ظهر معايا برج الجدي وبرج الأسد، وظهر كمان برج العقرب، طاقات نارية وطاقات هوائية ومائية برضه ظاهرة معانا وبرج الحمل برضه ظاهر معانا. على كده نعرف نظرة الشخص ده ليك في الوقت الحالي عاملة إزاي. نظرة الشخص اللي في بالك اتجاهك في الوقت الحالي عاملة إزاي؟
بالنسبة لنظرة الشخص ده ليك في الوقت الحالي، فأنا باشوف إن الشخص ده بدأ يشوفك مثلًا بإنك بدأت في الوقت الحالي مثلًا تسيطر على كل المشاكل أو كل الأشياء مثلًا اللي اتعرضت لها في الماضي، أو بدأ بيشوفك في الوقت الحالي مثلًا بإنك يا ممكن تكون ارتبطت، أو مثلًا ممكن دي توقعات الشخص ده عنك في الوقت الحالي، أو بقيت شخصية متوازنة أكتر عن الماضي، أو عن مثلًا ما هو كان شايفك في الطاقة اللي كانت قبل كده. بدأ برضه الشخص ده يشوفك في الوقت الحالي بإنك بتحاول على قد ما تقدر تسيطر على نفسك، يعني تحفظ التوازن اللي موجود عندك. بدأ برضه يشوفك بإنك بدأت تفكر في كل شيء قبل ما تعمله، وبقى عندك تواصل جيد جدًا مع نفسك، بقى عندك تواصل جدًا كويس مع ذاتك كمان، بدأت تفهم نفسك أو بدأت تفهم بالضبط أنت عايز إيه. ممكن كمان برضه الشخص ده يشوفك انفصلت عن حاجة أو في انفصال معين كان مأثّر في حياتك أو مأثّر عليك، والشخص ده شايف إن الانفصال ده هو السبب في تغيُّر أفكارك، أو هو السبب في تغيُّر مثلًا الطاقات بتاعتك بشكل أو بآخر. باشوف برضه الشخص ده بدأ يشوفك في الوقت الحالي بإنك بدأت إنك تجمِّد قلبك أكتر، بدأت مثلًا إنك ما تندمش على أي خطوة مثلًا إن أنت بتعملها، بالعكس ده بدأ يشوفك إنك بدأت تستفيد من كل التجارب اللي أنت مرّيت بيها، أو كل الأشياء مثلًا اللي حصلت لك في الماضي. برضه الشخص ده بيشوفك في الوقت الحالي بإنك مثلًا اتعلّمت حِرَف كتيرة، أو مثلًا ممكن تكون أنت بتعمل حاجات كتيرة مثلًا فما حدّش يقدر يعملها، فالأشياء ديّة زي ادّتك خبرة، الأشياء دي مثلًا زي أو علاقات أنت ممكن تكون دخلتها، فالعلاقات ديّة أفادتك، أو العلاقات ديّة مثلًا طوّرت من نَفْسك أو طوّرت من ذاتك إلى حدٍ ما. باشوف برضه إن الشخص ده في نظرته ليك في الوقت الحالي بدأ يشوفك بإنك زي ما عادش حد بيهمك. يعني إيه؟ اللي عايز يقرّب منك يقرّب، اللي مش عايز هو حُر، أنت برضه مركّز على نَفْسك، مركّز على حياتك، مركّز على الشغل بتاعك كمان أو على حياتك بشكل أو بآخر. بدأ برضه الشخص ده يشوفك بإنك ممكن تكون بتحاول على قد ما تقدر تحارب الناس اللي بتضايقك، أو تحارب الناس اللي هي مش بتتمنى لك الخير، بتحاول تبعدهم كمان عن حياتك، أو بتحاول تعلّي برضه من روحك الروحانية، وده على فكرة شايفك في الوقت الحالي بشكل قوي بالنظرة دي. بدأ برضه الشخص ده يشوفك في بنظرة إنك على الأقل مثلًا ممكن تكون في الوقت الحالي بتحاول زي تطوّر من ذاتك برضه، يعني دي حاجة ظاهرة معايا أوي. وإنك تدوّر على شغل، ممكن تدوّر على حاجة مختلفة، تدوّر مثلًا على علاقة مستقرة. لبعض الناس ممكن يكون الشخص ده شايفك ارتبطت، لبعض الناس يعني مش كلّهم، يعني لو الشخص ده مش عارف عنّك إنك ارتبطت يبقى خلاص، ولكن للناس اللي ارتبطت هو الشخص ده ممكن يكون حاسس إن الارتباط اللي جالك ده مثلًا، أو إنك في أسرة كويسة أو في أسرة سليمة مثلًا، الأسرة ديّة مساعداك على التوازن أو محافظة على الأقل على الطاقة بتاعتك. الشخص ده بدأ برضه يشوفك بإنك شخصية بتحاول زي تعلّي من نَفْسك، تعلّي من مستواك الاجتماعي كمان أو مستواك المادي، بتحاول تبسط نَفْسك برضه، أو أي طاقة سلبية ما تأثّرش عليك في الوقت الحالي. فدي كانت نظرة الشخص ده ليك على فكرة في الوقت الحالي، على ما أعتقد ما اتغيّرتش كتير، هو الشخص ده دايمًا بيشوفك سواء بقى في الماضي أو في الوقت الحالي إنك بتحاول تطوّر من نَفْسك، وإنك دايمًا على فكرة بتحاول تجذب لنَفْسك الطاقة الإيجابية بإذن الله. فدي طبعًا كانت نظرة الشخص ده ليك للمجموعة الأولى، أتمنى لكم أكيد التوفيق والخير، يا رب أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. هنقول تكاثر الأبراج اللي ظهرت معانا، ظهر كمان معايا برج العقرب، برج الأسد ظهر معايا تاني، وظهر كمان معايا برج الدلو، وبرج الجوزاء، وبرج الثور. دي تكاثر الأبراج اللي ظاهرة معانا، أتمنى لكم التوفيق والخير يا رب أصحاب المجموعة الأولى. أفكركم أكيد بالخصومات اللي موجودة على أول 10 قرايات بإذن الله يحجزوا معانا هنا، فالحقوا طبعًا استفيدوا من العرض. تعالوا يالّا كده بقى نشوف أصحاب المجموعة التانية. بأول حرف من اسم الشخص اللي هم حطوه في بالهم، هنعرف الشخص اللي في بالك شايفك ازاي في الوقت في الماضي وفي الوقت الحالي. فكرت نط هناخده برضه ال 8 of swords، ال 9 of swords قصدي.
ناخد الطاقة برضو بتاعتك. تمام، انت في طاقة الثري اوف وانز. انت ممكن تكون في الوقت الحالي منتظر حاجة معينة، ممكن مثلا منتظر طاقة شخص معين، ممكن منتظر مثلا إجابة أو منتظر رجوع الشخص ده، منتظر إن هو يكلمك يعمل مثلا تجاهك أكشن أو يعمل اتجاهك مثلا خطوة. بشوف برضو إن الشخص ده في انت طاقتك أو انت في الوقت الحالي ممكن تكون بتحاول برضو تربط الأحداث ببعضها. يعني إيه؟ يعني انت مثلا ممكن تكون في الوقت الحالي قاعد بتدور مثلا على آم، حاجات مثلا ممكن يكون الشخص ده عملها، او مثلا اشياء ممكن تكون حصلت حواليك الفتره دي. مش شرط الطاقه بتاعتك تبقى منطبقه على الشخص ده بس، انت طبعا واجهه في سكه حياتك بشكل عام. بشوف برضو انك بتحاول دلوقتي مثلا موضوع حصل في بالك فحصل مثلا بقاله فتره، بشوفك انك بتحاول زي تربط الاحداث ببعضها كده. ممكن كلام الشخص ده بتحاول انك تشوف كان قصده ايه مثلا من الكلام اللي هو قاله لك او من الاشياء اللي هو عملها. فانت قاعد زي بتحلل كده كل الاشياء اللي بتحصل حواليك في الوقت الحالي. بشوفك برضو على الاقل بتحاول برضو تحافظ على طاقتك، بتحاول برضو تظبط نفسك كده وتحافظ على الطاقه بتاعتك زي ما قلت لك، بانها دايما تبقى سعيده، بانها اي طاقه مثلا سلبيه ما تاثرش فيك في الوقت الحالي. بتحاول انك تبقى مستقر، او بانك دايما تظهر في افضل مظهر، او الناس تعرف بس عنك الخير وبس. لو طبعا دي طاقتك كمل قراءة، لو مش طاقتك اسمع طبعا طاقة المجموعة الأولى، بإذن الله الطاقة بتاعتك تنطبق عليك. مبدئيا كده الشخص ده كان شايفك ازاي في الماضي؟ الشخص ده كان بيشوفك بانك دايما ممكن تكون كنت متوتر، كان ممكن يكون عندك مشكلة مثلا، او كان عندك مثلا عائق معين، او كنت انت مثلا بتتوتر من اقل شيء، كنت بتنفعل ممكن، او كنت عصبي. او الشخص ده كان بيشوفك بانك دايما عندك قلق، او ما كنتش بترتاح لاي شخص مثلا او اي حد يدخل حياتك بشكل عام. الشخص ده برضه كان بيشوفك بانك دايما متجدد او دايما متغير، وعندك دايما تغيرات. التغيرات دي ممكن تكون هي اللي كانت بتقلقك، او انك تكتشف ناس مثلا او تكتشف اشياء. الحاجات دي ممكن كانت بتأثر عليك، او الحاجات دي كانت بتضايقك، او كانت زي بتوترك، او بتحطك مثلا في مواقف الى حد ما كانت بتبقى الطف حاجة ليك يعني. الشخص ده برضه كان بيشوفك بإنك شخصية بتحب تشتغل على نفسك جدًا، أو شخصية مجتهدة، شخص واثق في نفسه جدًا، برضه مش بيآمن لأي حد. كان بيشوفك برضه كده، أو إنك مش بتثق في أي حد بسهولة، لازم الشخص يعمل أفعال جدية قدامك أو أفعال عملية عشان أنت تثق فيه، أو عشان أنت ترجعه تاني لنفس المكانة اللي عندك، أو تدّي له مكانة كويسة في حياتك يعني. الشخص ده برضه كان بيشوفك بإنك شخصية مجتهدة بتحب تركّز جدًا على أي حاجة بتعملها. كان بيشوفك برضه بإنك شخصية ملتزمة جدًا، سواء بقى دينيًا ممكن، أو كنت مثلًا ملتزم مثلًا في الصلاة، ملتزم مثلًا بإنك شخصية متقرّبة من ربنا. هو كان ملاحظ على فكرة الموضوع ده زمان. أو مثلًا الشخص ده كان بيشوفك مرتبط بعمل، مرتبط بأسرة، مرتبط بأطفال، ممكن أطفالك مثلًا، أو حاجة معيّنة أنت دايمًا كنت أنت بتظهر، والحاجة دي دايمًا كانت معاك، والشخص ده كان بيشوفك دايمًا بيها. برضه الشخص ده كان بيشوفك في الماضي بإنك ممكن كنت متعرّض لإحباط، متعرّض ليأس، متعرّض لانفصال ممكن برضه لبعض الناس، أو كان مثلًا في علاقة مأثّرة في حياتك. برضه الشخص ده كان بيشوفك بإنك بتتوتّر من أقل حاجة، أو كنت دايمًا متناقض أو محتار، أو ما كنتش عارف مثلًا تعمل إيه في الوقت الحالي. برضه كنت بيشوفك بإنك شخصية محافظة على التقاليد، محافظة دايمًا على عادات اللي موجودة حواليك. برضه كان بيشوفك بإنك على قد ما تقدر ما بتحبش تظهر، أو كان بيشوفك دايمًا بإنك بتحب الاختفاء، بتحب الانعزال، ما بتحبش إن حد يعرف مثلًا أي حاجة عنك، أو أي أشخاص مثلًا تتدخّل في حياتك زيادة عن اللزوم. الشخص ده برضه كانت نظرته ليك في الوقت الحالي. كان برضه الشخص ده بيشوفك في الماضي، أنا قصدي في الماضي معلش. الشخص ده برضه كان بيشوفك في الماضي بإنك شخصية ممكن إلى حدٍ ما بتمِل بسرعة، أو بتزهق بسرعة مثلًا من الأشياء اللي موجودة حواليك. ده راجع مثلًا لحاجة معيّنة كان الشخص ده كان شايفك بيها مثلًا، سواء بقى العلاقة اللي الشخص ده ممكن كان يعرفها عنك، أو مثلًا أشياء مثلًا أنت كنت بتظهر فيها قبل كده. الشخص ده دايمًا كان بيشوفك على فكرة بإنك مرهق، أو ممكن تعبان مثلًا، أو مش قادر إنك تعمل أو تواظب على أشياء معيّنة، أو كان بيشوفك بإنك مثلًا بتتأثّر بكل شيء بشكل قوي، أو يشوفك دايمًا بإنك شخصية طيبة يعني، فأي حاجة بتأثّر فيك. أو مثلًا موضوع الانفصال، أو موضوع الزعل اللي هو كان بيشوفك فيه ده كان مأثّر عليك، أو ده مثلًا كان مخلّيك إلى حدٍ ما
مش قادر تواكب الحاجات اللي موجودة في الحياة بشكل عام. فدي كانت نظرة الشخص ده ليك في الماضي. هنقول الطاقات والأبراج اللي ظهرت معانا، وبعد كده طبعا هنكمل نظرته ليك في الوقت الحالي. ظهر معايا برج الجدي، برضو ظهر معانا كمان برج الثور وبرج الحوت. ظهر معايا الهاي بيستس العذراء، والدلو برضو ظهر معانا، والسرطان. تعالوا كده نشوف نظرة الشخص ده ليك ايه في الوقت الحالي. متنسوش طبعا تستفيدوا من الخصم 10% لأول 10 قراءات هيحجزوا معانا بإذن الله من سعر القراءة الأصلي. دول وقع على فكرة غلط تشفير، مش وقعوا كده لوحدهم. طبعا كان في كارت وقع، ده وقع لوحده في أول إن هو كان 9 اوف سورتس. لا دي حاجة تانية بقى متكرر. طب نحطها يعني. الشخص اللي في بالك شايفك ازاي في الوقت الحالي؟ مبدئيا كده الشخص ده شايفك في الوقت الحالي بإنك بدأت تثق بنفسك بشكل قوي، أو بدأت مثلا إنك مثلا يعني أقول لك إيه، بإنك بدأت تثق في نفسك. ممكن بدأت مثلا تعمل حاجة مثلا محدش قدر إن هو يعملها. بدأ يشوفك برضو بإنك شخصية على الأقل ممكن تكون بتعمل حاجة روحانية على فكرة يعني لبعض الناس، لأن الشخص ده بدأ يشوفك إن هو في حاجة أنت مختلفة بتعملها مثلا، أو بتعمل حاجة مش مألوفة. ممكن مثلا تكون أنت مشهور، أو في حاجة مثلا معينة أنت بتعملها لافتة أوي انتباه الشخص ده، ومخلياه إن هو زي إيه مش خايف منك برضو، ولكن اللي عايز أوصله لك إن هو عارفك أكتر أو حاجة زي كده. اللي بشوف برضو إن الشخص ده بدأ يشوفك بإنك بتتحفظ دايما على كل حاجة حواليك، أو مش أي حاجة، أو ليك خصوصيات ممكن محدش يعرفها عنك. برضو الشخص ده بدأ يشوفك بإنك بدأت تشتغل على نفسك أكتر. بدأت مثلا إنك يبقى عارف إنك عندك صبر أكتر، شخصية صبورة جدا. بدأ يشوفك الموضوع ده. وبرضو بقى عارف عنك بإنك شخصية عنادية، أو مثلا مش حد بيأثر عليك، أو مثلا مفيش حد يقدر طبعا إن هو يسيطر عليك، ما بتثقش في رأي حد بسهولة. برضو الشخص ده ولخبطني شوية الشخص ده، لأني الحقيقة الجاك اوف كلابس مع الجوكر. فالشخص ده بيشوفك انك بتعمل حاجة محدش بيقدر يعملها، وحاجة يعني فائقة كده. يعني بيشوفك، او مثلا حاسس انك تفكيرك ذكي. النظرة مثلا اللي هو كان شايفك بيها في الماضي ديت ما كانتش مظبوطة، ما كانتش حقيقية. هو لما عرفك اكتر او تعمق فيك اكتر، حاسس انك مش حد سهل خالص. حاسس مثلا انك بتعمل مثلا حاجة مش مألوفة، حاجة مفيش حد غيرك بس اللي يقدر يعملها. حاسة برضو الشخص ده كمان بإنك شخصية قادرة إنها زي إيه بنسميها عندنا في مصر توديك البحر وتجيبك عطشان. يعني حاسة كده بإنك تقدر مثلا بإنك تجذب أي حد ليك بسهولة، ولكن من غير ما أنت اللي تروح تقول له أنا بحبك مثلا، أو من غير ما أنت تروح تقول للشخص ده أنا عايزك تكلمني، أو مثلا عايز أرتبط بيك. لأ، هو أنت بتجبر اللي قدامك إن هو اللي يكلمك بطريقة أو بأخرى. دي حاجة هو شايفك إنك بتقدر تعملها، أو في مثلًا حاجة معيّنة أنت بتعملها هو الشخص ده مش قادر إن هو يعني تخرج من باله يعني، ودي حاجة عاجباه فيك جدًا. الشخص ده برضه يعني بدأ يشوفك بإنك شخصية اجتماعية جدًا مع كل الناس اللي أنت بتحبها بحدود. برضه دي حاجة بدأ إن هو يعرفها عنك. بدأ يشوفك برضه الشخص ده بإنك ما بتنتظرش دايمًا إن أي شخص يعمل تجاهك أي مبادرة. أنت بدأ يشوفك بإنك مركّز على حالك وبس. اللي عايزك هيمشي معاك، أو هيمشي على تيارك، أو يمشي على الهوا بتاعك. واللي مش عايزك خلاص أنت رامي طوبته أصلًا، أو مش مركّز معاه. بدأ برضه يشوف إن الشخص ده بإن حواليك ناس كتيرة مهتمية بيك، حواليك ناس كتير بتحبك، ناس كتير مثلًا مهتمية بيك، ناس كتير مثلًا أنت بالنسبة لهم، أو أنت في مكانة كويسة على فكرة، لافت لأضواء أوي الناس اللي موجودة حواليك. الشخص ده برضه بدأ يشوفك بإنك شخصية
قادرة إنها تعمل كل حاجة، بدأ يشوفك برضه بإنك شخصية حقانية جدًا، بيشوفك برضه بإنك شخصية معتمدة على نفسك، بتستنى دايمًا اللي قدّامك برضه هو اللي يبادر، هو بيشوفك بإنك مثلًا مش أنت بتروح تبادر بأي حاجة، بيشوفك إنك الناس اللي عايزك هيبادر عشانك، يعني هو شايفك كده. الشخص ده برضه بدأ يشوفك في النظرة الحالية بإنك شخصية مثلًا قادرة إنها تعمل مثلًا حاجات زي ما قُلت لك ما حدش يقدر يعملها، مثلًا بدأ برضه يشوفك بإنك شخصية متحفّظة جدًا برضه على الظهور، يعني إيه برضه؟ يعني الشخص ده بدأ إن هو يشوفك بإنك تحافظ على مشاعرك، مش قادر مثلًا إن ما بتحبش تعبّر عن مشاعرك بشكل ملحوظ، بدأ برضه يشوفك بإنك أحيانًا بتفضّل الاختفاء لمّا بتزعل أو لمّا مثلًا في حد بيضايقك أو في حد مثلًا بيعمل معاك مثلًا أي موقف يضايقك أو حاجة زي كده، فأنت بتتجنب الشخص ده تمامًا أو ما بتدّيلوش اهتمام، لحد بعد كده أمّا تبقى أنت على أرض صلبة وبعد كده تقدر إنك تواجه الشخص ده. الشخص ده برضه بيشوفك في الوقت الحالي بإنك شخصية brilliant جدًا أو شخصية عبقرية، يعني هو مش شايفك غير كده خالص، يعني هو شايفك دايمًا إنك شخصية عبقرية، شخصية بتقدر طبعًا إنك تعمل كل حاجة بسهولة جدًا، بيشوفك برضه على فكرة بإنك عندك دايمًا دليل أو عندك دايمًا حاجة، الحاجة دي هي اللي مقوية قلبك، أو مثلًا ممكن يكون منصب، ممكن يكون فلوس، ممكن يكون كمان آراء أو وجهة نظر، بيشوفك برضه إنك حكيم في الوقت الحالي بشكل قوي. فدي نظرة الشخص ده ليك في الوقت الحالي، نظرته على فكرة ليك عميقة أوي الشخص ده، يعني عنده نظرة فيك عميقة كده، بس بيشوفك عِنَدي أوي برضه، يعني دي حاجة ظاهرة معايا. فدي طبعًا كانت نظرة الشخص ده ليك في الوقت الحالي، أتمنى لك أكيد التوفيق والخير يا رب، أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، كان معاكم محمد إيهاب، هنقول الطاقات والأبراج اللي ظهرت معايا، ظهر معايا برج الجدي وبرج الأسد وبرج الحمل، ظهر كمان معايا برج الجوزاء، وظهر كمان معايا برج الحوت. دي الطاقات والأبراج اللي ظهرت معانا، أتمنى لكم التوفيق والخير يا رب، أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، كان معاكم محمد إيهاب، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والسبسكرايب والشير، وكمان لو حابين تنتسبوا للقناة تقدروا طبعًا تنتسبوا عن طريق الرابط الموجود في الdescription box. وكمان لو حابين تحجزوا قراءة خاصة الحقوا طبعًا استفيدوا بالعرض الخاص، خصم 10% على حق القراءة الأصلي، من أول طبعًا 10 هيحجزوا. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، كان معاكم محمد إيهاب.